بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله ده يا جماعة ده هيكون اول فيديو. يعني بيتهيألي انا مشوفتش على اليوتيوب حد بيقفل مكنة من اولها لاخرها، من اول ما بيحلها من العربية لحد ما بيركبها ويدورها باذن الله يعني وما شئت. دي طبعا مكنة بتاع عربية ان 300 فان بنزين 7 راكب. للي ما يعرفهاش، احنا كده مثلا بالصلاة على النبي نزلنا المكنة اهو. دي مكنة بتعمر. الصلاة على النبي اهو. والرجالة معانا برضو وربنا معانا طبعا كلنا. حلينا طبعا المكنة، فورنا المكنة، بساتم عمالة تلق مكانها. مش لقت شمبر، لقت بست مشمبر. عشان ممكن حد يقولك ده شمبر بس. طبعا بقى لازم تروح المخرطة، فرغة تتقد. في فرق بين البست بيلق شمبر وبيلق بست مشمبر. المهم الحمد لله ربنا كرمنا وودينا المكنة المخرطة واتعمل لها بستم 20. وركبنا الكرنك ونركب البساتم. طبعا البساتم طبعا بنبتدي برقم واحد. تقسيمة الشمبر طبعا لازم التلات فتحات ما يكونوش قدام بعض. بنسمي الله ونخش من اول واحد ونركب اللقمة بتاعته. واهم حاجة بقى ما يكونش مثلا، يعني يكون يعني اهم حاجة في المكنة كلها، في العمرة كلها بفضل الله يعني. التوفيق طبعا بتاع ربنا في كل شيء. اهم حاجة بقى ان انت تعمل التقسيمة بتاع الشمبر دي بفضل الله صح. وكل حاجة طبعا مهمة في العمرة، بس هي اساس العمرة انها بتاكل زيت مثلا. فهو اساس اكلان الزيت بيبقى الشمبر. فلا قدر الله يعني لازم تقسيمة الشمبر دي، لازم التلات فتحات ما يكونوش قدام بعض، ده لازم. يعني البستم بيبقى فيه 3 شنابة، شمبر الزيت وشمبرين كبس. لازم بقى التلات فتحات ما يكونوش قدام بعض. ده كده انا بركب رقم 4. في حاجة بقى تشوفها في بستم رقم 2 وانا بقفله. لازم تحس وانت بتبيت البستم، لان لو قرصت على البستم وهو مش عايز يبات لا قدر الله ممكن يكسر منك شمبر. فاهمني؟ يعني ممكن ممكن شمبر يكون مثلا مش قافل كويس فمش عايز يبات مكانه. لازم أن تكون حساس جدا في الحتة دي، اللي هو بتاع رقم 2 دوت مثلا وانا ببيته اهو. هتقوم جاي عامل ايه؟ فاكك الزرجينة تاني، ظابط الشمبر، مرجعه مثلا مكانه. لو طلع مثلا من مكانه مش عايز يبات في الفرغة، ما تقرص، تبقى حساس في تبييت البسم بالذات. لان لو ضربة شاكوش او ضربة شاكوش اللي هي بالظهر دي جامدة، ممكن يعني لا قدر الله تكسر معاك شمع. يعني انا اهو مثلا ببيت البيست اهو كده، انا حسيت ان هو في حاجة. ما ينفعش بقى ان انا ادوق اكتر من كده. خلاص، ارجع البيستم تاني واظبط دنيتي تاني واقوم جاي داخل بيه تاني. ده بيستم رقم 2 برضه برجع اعيد لو طلعت بيستم تاني لازم أنا ارجع اعيد على تقسيمة الشمبر، اللي هو اللينات بتاعت الزيت. حتى اللينات بتبقى عكس بعض، يعني شمبر الزيت بيبقى فيه لينتين لازم يبقوا عكس بعض، واللينة اللي عند شمبر الكبس بتبقى عكسه. المهم ان خلاصة الكلام، حتى لو حد مش فاهم مثلا كلامي في موضوع الشمبر، لازما الفتحات كلها تبقى عكس بعض. كده الحمد لله بيستم رقم 2 بقت. السواميل بتاعت البساتم دي البيلات 12، لازم تبقى حنين جدا معاها في الرباط.
مش حنان ان انت تسيبها سايبه، لا يعني حنان يعني انت فاهم يعني ايه سموله 14 سموله 12، يعني لو اتكيت عليها السنه زياده عن حقها هتفوت معاه، وهي اساسا سن البيلات ناعم جدا. حتى مسامير الكراسي المسامير ال 14، هي المكنه كلها بالصلاه على النبي بتبقى عايزه بس يعني بفضل الله تبقى حاسس بكل حاجه انت بتعملها فيها، سواء تبييت بسم، سواء رباطه، سواء رباط كرنك. يعني حتى لو الرباط زياده عن اللزوم ما هوش حلو للسبيكه، يعني لو الرباط عن الكراسي، لو المسمار حتى هيستحملك انت وانت بتربط جامد مش عارف قيمة المسمار او معكش يد عزم. ما هو في ناس بتربط معاش يد عزم، هو الصح طبعا ان يكون معاك يد عزم، بس افرض انت معكش يد عزم بس انت عارف قيمة المسمار. طب افرض مسمار جامد وانت مش عارف قيمته وربطت زيادة، ممكن لا قدر الله يحرق لقمة سبيكة بعديها. المهم ربنا كرمنا وكرمنا دايما وهيكرمنا بإذنه ومشيئته وفضله. ركبنا البستم، لازم طبعا نلفه كذا مرة. اللف ده طبعا يعني انت بتبص عليه في حاجة بتاع، تأكد على علامات، الشغل بس ما هو طالع ونازل كذا مرة. الشنابر جوه بتبين لك وهي نازلة كده شفط الزيت بتاعها. هنا بنركب ال الأولسيل الخلفي بالهاوزنج بتاعه. احنا كده طبعا الفرغة كرنك بساتم الأولسيل الخلفي بالهاوزنج بتاعه. تبقى انت عارف حتى بالترتيب ايه اللي بيحصل في المكنة وهي بتتعمر. بعد ما خلصنا الأولسيل الخلفي جبنا الجوان، ده جوان جنجريد خامة ايطالي معمول عمولة. طبعا بلست عليه بالزيت، حطيت الزنب. لازم اظبط الوش، انزل الوش على الزنبتين. طبعا الوش السلندر معمول في المخرطة ومتظبط له تكهات وكل حاجة، يا دوبك انا غسلت بس. طبعا ربطت الوش، جبت ترس الكرنك، الخابور، المخدتين اللي هم بتوع الكامة، جنزير، المخدتين بتوع الكتينة قصدي الجنزير، العلامات عشان برضه تبقوا انتوا عارفين العلامات. ادي علامة الكرنك تحت وعلامتين الكامة فوق. حضرت ترمبة الزيت، الصلاة على النبي داخلين بوش التقسيمة اللي هو فيه ترمبة الزيت. ربطنا طنبورة الكرنك والقرسي بتاعها، دخلنا بغطا التكهات. ان شاء الله اللي استفاد من الفيديو يا جماعة، واللي يعني حابب يدعمنا يشترك في القناة ويفعل الجرس و... سواء انت بتتفرج عليه على الفيس هو معروض برضه على قناة اليوتيوب ممكن تشترك فيها، ولو انت بتتفرج عليه على اليوتيوب هو معروض على قناة الفيس ممكن تشترك فيها برضه. واللي حابب برضه يدعمنا يعمل لايكات للفيديوهات. كده بنربط غطا التكيات. تربط عامة المسامير بتاعته الخارجية اللي هي في الدوران الخارجي الأول، وبعدين تربط المسمارين اللي هما في النص. ربطنا غطا التكيات، ربطنا الكارتير. بعد الكارتير الشكمان والصاج بتاعه. بعد الصاج بتاع الشكمان قاعة المية اللي هي في الجنب اللي هي بيربط عليها الحساس الاي جي ار. بعد الكوعة الفيلام الديسك والاسطوانة. اهم حاجة بقى يا جماعة ان المكنة ما تلفش منك يمين وشمال عشان الكتينة، عشان بلف الكتينة ده بيشتغل على ضغط زيت، فانت ممكن تلف عكس، تقوم جاي الكتينة نطرة من على الترس سنة
تقوم جايه خلف تقسيمه. ده نصيحه وانت بتعمر المكنه مثلا او ايا كان مين اللي بيعمرها، ما تلفش. بعد ما ربطنا الفلام والديسك والاسطوانه، ترمبة الميه، بفضل الله بعد ترمبة الميه قعدة الدينامو والكمبروسر بلي الشداد اهو بتاع السيور. دي كده القعدة بتاعت الدينامو والكمبروسر. كده انا بركب السيور، سير الدينامو ركبناه، وده سير التكييف. ده اللي هو التكييف لوحده، لان العربية دي مفيهاش باور. ده طبعا سير التكييف، لان العربية دي زي ما بقول لكم كده بقى مفيهاش باور. كده احنا ربطنا السير الدينامو شديناه، وسير التكييف بنشده اهو. طمن على مستواه عشان ما يبقاش مرخي ولا مشدود برضو زيادة عن اللزوم. كده بالصلاة على النبي دخلنا بعديهم بالمنفل. هو المنفل يعتبر بيبقى اخر حاجة في كده بالصلاة على النبي المكنة خلصت اهي. هناخدها على العربية، تحت العربية كده احنا وديناها تحت العربية بنركب اهو. كده بنرفعها بنشبط القواعد. كده بالصلاة على النبي والحمد لله المكنة دارت. ويا ريت يا جماعة تدعمونا بجد بجد يعني.